سنة 1975 مهندس اسمه ستيفن سيسن شغال في شركة كودر اخترع أول كاميرا ديجيتال في التاريخ. الكاميرا ما بتحتاجش الفيلم عشان تصور زي اللي كان موجود في الوقت ده، بتحفظ الصور وبيشوفها على الكمبيوتر بعديها ب 20 ثانية. راح لمديره فرحان قوي وقال له شفت، صورنا من غير فيلم. وكان متخيل ان مديره هيفرح زيه، بس اللي حصل من مديره كان مفاجأة. مديره بص له وقال له يعني انت جاي لي بالاختراع اللي هيخلي العالم يبطل يشتري الفيلم اللي احنا عايشين عليه؟ انسى الاختراع ده وما تجيبش سيرته تاني. كوداك ما ادوش اي فرصه لسيسون ينفذ الاختراع بتاعه، وده كان من اغبى القرارات اللي اتخذت في التاريخ، لان سنه 1989 شركه سوني وشركه كانون نزلوا اول كاميرات ديجيتال للاسواق، وفي الوقت ده كانت كوداك لسه بتبيع الافلام والنيجاتيف. وواحده واحده كوداك بدات تطلع من السوق، وبسبب القرار ده كوداك اعلنت افلاسها سنه 2012. وبالرغم من كده سيسون اتكرم من الحكومه الامريكيه واخد وسام الابتكار. بس يا ترى في كام سيسون موجود في وسطنا ومتكتم على افكاره عشان مديره اللي خايف من التغيير؟ استنونا الفيديو الجاي عشان نتكلم على اختراعات اغرب واغرب واغرب. سلام.